يا جدعان دوري مصر يا جدعان اللي انتوا عايزين نتكلم فيها يا جدعان الله يرضى عليكم. لو انت من محب العشوائيه والدربكه والتخبيط لمده 90 دقيقه او بتحب تجلد ذاتك وبتفتح التلفزيون تتفرج على ماتشات انبي وادي دجله الساعه 2 الظهر، بتتابع غزل المحله وهو بيخسر كل ماتشاته بره ارضه وبيجي في المحله ارينا يكسب الماتشات كلها، يبقى اهلا وسهلا بيك، انت في المكان الصح. والنهارده هنتكلم عن الدوري الاقوى والامتع والاكثر جماهيريه الايجيبشن ليج. الدوري المصري ده يا جماعه والله العظيم ظاهره، انت مش عارف تاخده على محمل الجديه ولا تحلل الماتشات ولا تتفرج على المتعه اللي بيقدموها اللعيبه في ارض الملعب. بس انا دايما بسال نفسي سؤال، هو العيب من مين؟ اتحاد الكوره ولا الكوره ولا العيب من مين؟ لحد ما احترت وقررت ان هو دوري بيتاخد باكج كده كله على بعضه. بس خلونا النهارده نتكلم عن المميزات اللي موجوده في الدوري المصري، وعايزين نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. احييكم مشاهدينا الكرام واسعد بصحبتكم الكريمه خلال هذا اللقاء، واينما كنتم اصدقائي فاهلا بكم. تحياتي بلال احمد علام معلقا وواصفا لمباراة اليوم. المعلقين عندنا حاجه تانية، حاجه كده بتجري في دمك، انت ما بتعرفش تعيش ولا تكمل اسبوعك من غير ما تسمع لك واحده جول جول جول، يا عيني يا عيني يا عيني. المميز كمان في المعلقين عندنا ان احنا ما عندناش معلق مثلا اسمه احمد محمود، هو بلال علام، ايمن الكاشف، مدحت شلبي. يا نساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مدحت شلبي يحييكم من استاد جامعه المستقبل. المعلقين عندنا في مصر بيعالجوا خطأ كبير جدا احنا واللعيبه مالناش دخل فيه، وهو ان الماتش بيتلعب لمده 90 دقيقه، والفرقه عندنا اصلا بتخلص الماتش بتوتال لعب 15 ل 20 دقيقه، بس الكباتن الكبار بيعرفوا يعالجوا حاجه زي دي جدا. الدكتور حسن البرنس نائب محافظ اسكندريه كان عمل مؤتمر صحفي كده، يعني من ضمن الحاجات قال ان المحافظه عليها 900 مليون جنيه مديونيه، منها 230 مليون للمقاولين، والحاجات دي طبعا كانت هيستكمل بيها الانفاق على الكورنيش، كل يوم الناس بتتهف هناك، وترعه المحموديه وبحيره مريوط ونفق ميامي. كابتن ايمن الكاشف بوجه الخصوص بتحسه بيبذل مجهود في الماتش اكتر من مصطفى الزناري، فلو الكره في نص الملعب وانت نمت في نص الماتش فكابتن ايمن بيتصرف. ابدأ بالضروري ثم انتقل الى الممكن، تجد نفسك فجأة تصنع المستحيل. اذا اردت تقدما ونجاحا فاملأ العمر همة وكفاحا. الامل ليس حلما بل طريقة لجعل الحلم حقيقة، وسعادة العمل تجدها مع الأمل، وروعة الأمل تجدها في العمل. الكرة في مصر عظيمة، أو إحنا نفسنا تبقى عظيمة، فبنبدأ نمهد من قطاع الناشئين حاجة زي كده، فأي لعيب وهو صغير بيعرف يباصي باصتين ويرفع رفعة حلوة بنبدأ نديله اسم، أحمد عادل ميسي، أحمد رمضان بيكهام، زانيولا، اللي الكباتن بيتنبؤوا لهم بمستقبل باهر جدا قدام، وفي الآخر اللي طلع من مصر وبيعرف يلعب كورة اسمه محمد صلاح عادل. بس هي العين الخبيرة والمدربين اللي بتعرف تقرا الملعب واللي بيعتمدوا على المسمار في خط النص، وبنحب قوي احنا نفتح الملعب ونقفله ونقرب الخطوط ونبعدها، كلها خطط عكس بعض، بس هي دايما بتبقى ماشيه مع الكباتن اللي في الاستوديو. في مصر انت قادر ان انت تخلص الماتش كمدرب، تدور عربيتك وتطلع على الاستوديو التحليلي عشان تحلل الماتش اللي انت كنت مدرب فيه، وتطلع في الفاصل عشان تعمل مداخله تقطع في الفرقه اللي انت مدربها. ده غير ان احنا عندنا ثوابت في التدريب في مصر، انت ما ينفعش تكسب بطولات او ما ينفعش تكسب بطولات بس، وبعدين عالم التدريب في مصر مش متعب او مرهق للجماهير. فلو حد سالك عن اسم المدير الفني لاي فرقه فهو ان شاء الله واحد من الثلاثه، طارق العشري، علي ماهر، علاء عبعال. كابتن علاء بقول لك هارد لك كابتن عم هارد لك ايه؟ هارد لك ايه؟ هي دي كوره، ضربه جزاء مش ضربه جزاء، وفاول مش فاول، والدقيقه 51 وبيلعب ولينا ضربتين جزاء، في ايه؟ في انا عايزين تنزلوا داخليه نزلوها. تحس ان انت لو في سوق الانتقالات وما عرفتش تجيب صفقه فانت ممكن تعمل صفقه تبادليه مع فرقه ثانيه بالمدرب بتاعك. لو انت فاكر ان ديربي روما او لندن او مدريد هو اقوى ديربي في العالم فيا باشا انت فايتك كتير قوي. احنا هنا بنعيش متعه ديربي القناه ما بين الاسماعيلي والمصري، الفرقه اللي بتكسب فيهم الديربي بتكسب حق انتفاع قناه السويس لحد الماتش الجاي. ولا ديربي اسكندريه اللي لو الاتحاد السكندري كسبه فاسكندريه اسجرين، لكن لو سموحه كسبته فتلاقي جماهير الاتحاد السكندري جايه وبتقول لك تعالى لي سله. يلا الدوري المصري ده والله استحمل ياما وعدى عليه اساطير كتير قوي زي الكابتن محمود سمنه والكابتن محمود قعود اللي قضى حياته كلها بيلعب في انبي، ولما غيروا نظام المرتبات من كاش لفيزا وراح يقبض من بنك الاهلي فتعاقد معاه. ولا الكابتن رضا الويشي اللي بعد ما لف على انديه مصر كلها وعمل حادثه وعملوا له ريفايف وهو كان بيلعب في الحرس صح على نفسه في الخليج. ولا الكابتن حسام باولو اللي بدا حياته الكرويه وهو عنده 27 سنه في سموحه وخد هداف الدوري عشان يثبت ان السن مش عائق، وقصه نجاح كده تنفع رجل اعمال مش لعيب كوره. باولو منتج يا باولو، منتج يا باولو. اما بقى النقل التلفزيوني العظيم اللي بجد من اكتر الحاجات اللي احنا اتطورنا فيها. ايه ده؟ الو؟ تقول ايه؟ الحلقه اتاجلت؟ مين اجلها؟ عامر حسين؟